سنة 1304 في عهد الدولة المرينية التي حكمت المغرب، ولد في طنجة فتى سيهز التاريخ برحلاته، اسمه محمد بن عبد الله الواتي الطنجي، الذي سيعرف لاحقا باسم ابن بطوطة. نشأ هذا الفتى في بيت علم وقضاء، وتربى على القرآن والفقه المالكي. كان والده قاضيا، وكانت بيوت طنجة عامرة بالعلماء والفقهاء. في هذا الجو تشكل حب السفر في قلب هذا الفتى، متأثرا بما كان يسمعه من قصص الفجاج والتجار المغاربة العائدين من المشرق. في 21 من عمره حمل ابن بطوطة قراره الكبير بشد الرحال إلى مكة لأداء فريضة الحج والارتحال في طلب العلم والمعرفة. لم يكن يملك سوى عصاه وزاده، لكنه كان يملك عزيمة لا تنكسر. خرج من طنجة على ظهر فرسه، وهناك من يقول على ظهر جمله، متجها شرقا. مر بتلمسان ثم تونس، حيث التحق بقافلة من الحجاج، وكان يدون كل ما يشاهده من الأسواق والمدارس والزوايا الصوفية التي كانت تؤوي المسافرين. في طرابلس. وفي طرابلس الهرب مرض مرضا شديدا، كاد أن يوقف رحلته عند بدايتها، لكنه قاوم حتى تعافى. دخل إلى الإسكندرية في مصر أولا، فوصف منارتها الشهيرة التي كانت قد تهدمت، لكن آثارها ما زالت قائمة. ثم اتجه إلى مدينة القاهرة. هناك أدهشته المدينة بجامعها الأزهر وبأسواقها ونيلها الضخم والكبير، وصفها بأنها أم الدنيا، حيث لم يرى مثلها في جمال عمره وكثرة الناس. ثم ركب مركبا خشبيا في نهر النيل ليتنقل بين القرى المصرية المزدهرة على ضفتين. ومن مصر اتجه شمالا إلى بلاد الشام، حيث دخل القدس فوقف بخشوع عند قبة الصحراء والمسجد الأقصى، فدون وصفا دقيقا لجمالها. ثم مضى إلى الخليل، حيث زار مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. وفي دمشق، حيث وجد أن هذه المدينة عظيمة وتتلألأ بالعلم، حضر حلقات الحديث والفقه، وتأثر بجلسات كبار الشيوخ. وصف دمشق بأنها جنة الأرض، بل جنة الدنيا، لكثرة حدائقها وأسواقها ومساجدها. ومن دمشق سيلتحق بقافلة الحجيج التي تسير عبر بادية الشام إلى الحجاز. الطريق كان قاسيا وويرا، عطش وحر وقطاع الطرق، لكن القافلة كانت محمية بجيش من الفرسان. وبعد أسابيع طويلة دخل مكة المكرمة، حيث أدى مناسك الحج لأول مرة، فغرقت عيناه بالدموع وهو يطوف بالكعبة، واستشعر أنه حقق حلمه الأكبر. أقام بعدها في مكة لفترة طويلة، يحضر دروس العلماء ويخطب في الحرم، ويكون صداقات مع طلاب العلم من مختلف الأقطار. لكن ابن بطوطة لم يكن رجلا يكتفي بالقليل. بعد الحج قرر أن يواصل السفر، لا ليستزيد من العبادة فقط، بل ليستكشف ما وراء الأفق في اتجاه نحو العراق، حيث وصل البصرة ومن ثم إلى بغداد. فركب قاربا على نهر دجلة يتأمل القصور المتهدمة بعد غزو المهول، لكنه وجد أيضا مدارس ومساجد لا تزال تضج بالعلم. التقى
بفقهاء الصوفية وحضر حلقات الوعظ والذكر، ومن هناك تابع سيرته أو مسيرته إلى بلاد فارس وهي إيران حاليا. عبر جبال بلاد فارس مع القوافل التجارية زار مدنها شيراز وأصفهان، ووقف على آثار حضارة قديمة، ثم دخل إلى الأناضول معقل الأتراك أو معقل الدولة التركية العثمانية، حيث استقبلته الإمارات التركية الناشئة. فكان ينزل في الحانات، وهي عبارة عن فنادق أو بيوت للضيافة مجانية للتجار والحجاج. وصف كرم وطيبة الأتراك وحفاوتهم بالغرباء. وبعد جولته عاد مرة ثانية إلى مكة ليؤدي الحج المرة الثانية، فقد كان يرى أن الرحلة تجمع بين العبادة والمعرفة. وفي مكة ازدادت شهرته بين العلماء والطلاب. من مكة أبحر على سفينة كبيرة عبر الخليج وبحر العرب، متجها عبر المحيط الهندي إلى بلاد الهند. بعد شهور من السفر البحري وصل إلى كاليكوتا، ومن ثم إلى العاصمة دلهي سنة 1333 ميلادية. سمع السلطان محمد ثالث وهو سلطان الهند آنذاك بقدومه، فعينه قاضيا نظرا لعلم ابن بطوطة بالفقه المالكي. فعاش ابن بطوطة في الهند لسنوات طويلة، لكنه كان قلقا من قسوة السلطان وشدته. وبعد الهند واصل الإبحار جنوبا إلى جزر المالديف. هناك طلب منه الناس أن يكون قاضيا ومفتيا، فأصلح قوانين الزواج والميراث، بل وتزوج من إحدى نساء الجزيرة، وصار جزءا من مجتمعهم البسيط يعيش كما وصف على الجوز الهندي وعلى السمك. من المالديف أبحر عبر المحيط الهندي ومن ثم الهادي حتى بلغ بلاد الصين، وصف أسواقها المليئة بالحرير والورق وموانئها المزدحمة بالسفن الضخمة. اندهش من نظامها العمراني ومن صناعاتها الدقيقة التي لم يرى مثلها في العالم الإسلامي. وفي عودته مر عبر سواحل إفريقيا الشرقية، فنزل في مقديشو ودهش من غناها وكثرة تجارتها، ثم عبر إلى زنجبار وكيلوا، حيث رأى تجارة الذهب القادمة من زيمبابوي وأسواق العاج والعطور. بعد عودته إلى المغرب لم يستطع ابن بطوطة البقاء طويلا، فانطلق جنوبا في قافلة ضخمة تعبر الصحراء الكبرى. كانت الرحلة قاسية، عطش وجوع ورمال بلا نهاية، لكنه وصل إلى تمبوكتو ومالي على خير، حيث وصف ثروة الملوك من الذهب وعظمة القوافل التي تحمل الملح والمعادن النفيسة. أخيرا بعد 29 سنة من الترحال عاد ابن بطوطة إلى موطنه، إلى بلده الأم المغرب. استقبله السلطان المريني أبو عنان في فاس، وطلب منه أن يملي مشاهداته وكل ما لاحظه وكل ما دونه عبر رحلاته الكبيرة والطويلة. فجلس ابن بطوطة مع الكاتب ابن جزي وأملى عليه رحلاته، فكانت هذه الرحلات كتابه، ودونت في كتابه الشهير تحفة المنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. هكذا انتهت رحلة أعظم رحالة في التاريخ. لم يكن ابن بطوطة مجرد مسافر، بل كان شاهدا على حضارات 3 في قارات 3. ترك لنا إرثا خالدا، وجعل من رحلته مرآة لعالم القرن 14.